الايحاءات والافكار والمشاهد الاباحيه اللي كتشوفوها من هذا الكرتون كلها فايت تعرضات على قناه كرتون نيتورك بالعربيه. الفيديو ديال اليوم غادي يكون هو الجزء العاشر من سلسله كرتون مورال اورال. الحلقه اللي غادي نتكلم لكم عليها كانت سبب في انهاء المسلسل ويتمنع العرض ديالو من كاع القنوات الخاصه بالاطفال، حيت حرفيا هذه الحلقه ما كانتش طبيعيه اطلاقا. الاحداث ديالها غادي تكون كتكلم لينا هي على ثلاثه ديال الشخصيات كيعيشوا في نفس الاقامه، الممرضه والمدرسه وتدك امينه المكتب اللي شفناها في اخر جزء كتعشق البيض بشكل غير طبيعي. فكل وحده من هادو غادي نتعمقوا في الشخصيه ديالهم وغادي نشوفوا كيفاش كيعيشوا حياتهم من مورا ما كيساليو خدمتهم. غادي نكتشفوا بزاف ديال الحوايج مقززه وغامضه في كل وحده من هاد الشخصيات. فانا كنبهكم قبل ما نبداو الحلقه اللي قل من 18 عام من الاحسن يشوف لي شي فيديو اخر. في بداية الحلقة أول وحدة غادي نشوفوها هي الممرضة اللي كتكون في مدرسة أورال اللي ديما كتكون مع داك المدير وكيمارسوا مع بعضياتهم داكشي ديال البالغين. في الأول غادي تبان لينا داخلة العمارة اللي ساكنة فيها، ولكن قبل غادي نلاحظوا واحد اللافتة برا مكتوب فيها شقق للعوانس، معناتها باللهجة المغربية حنا كنقولوا لهم دوك البايرات اللي فايتين السن ديال الزواج وواخا هكاك مازال ما تزوجوش. الممرضة كتحل الباب ديال الشقة اللي ساكنة فيها، ومع كتحل الباب وكتشعل الضوء كتولي فرحانة. وفي الراديو القسيس كان كيخطب في الخطبه ديالو وكان كيتكلم على المراه المهمه ديالها الوحيده هي تعتني بالراجل وخاصها غير تحمل وتولد وتربي والتباقي كيبقى غير تفاهات حيت الله خلقها فقط هي للتكاثر. فالممرضه ملي كتدخل للدار ديالها بحال كتبدا تقلب على راجلها، فغادي نكتشفوا انها مزوجه بدبدوب. ما عرفتش السبب ولكن البنت مضروبه في دماغها. من بعد كتوجدهم كتحط راجلها على الكرسي وكتجيب واحد الدبدوب اخر صغير على اساس يمكن ولدها. كتبدا تقول لهم عارفه راسي تعطلت عليكم بزاف واخا اليوم ما كانتش المدرسه خدامه، ولكن المدير كان بزز عليا باش نمارس انا وياه داكشي ديال البالغين. من موراها كتمشي للحمام وكتعرى وتتبدل حوايجها بحوايج ديال الدار. ملي كتخرج من الحمام كتوجد لهم الطبله وقبل ما يبداو ياكلوا كتبدا تدخل في الادعيه، كتبدا تقول شي حوايج فريمون حزينه في حياتها وكتبدا تشكر رب على النعمه ديال الماكله والعائله اللي فيها، وان العائله ديما كتكون احسن من كاع الناس لان اغلب الناس وبالاخص اللي دايرين بيا ديما كيبغيو يقضيو فيا مصلحتهم ويمارسوا عليا شي حوايج اللي موسخه ومن بعد كيخليوني بكل بساطه وكيلوحوني دايريني حاشاكم بحال شي طواليط. فالمسكينه كتعاني بزاف في حياتها وكتحس براسها وحيده. هنا من بعد ملي كتسالي الدعاء غادي نشوفوا واحد اللقطه غريبه وموسخه في نفس الوقت. مني ما كلتها كطيح في الارض كتهبط تنظفها وهي جالسه كتنظف كتبدا تضرب الدبدوب بالمؤخره تاعها بطريقه مشبوه فيها. من بعد الدبدوب كيطيح عليها من اللور وبحال كيدير معاها شي حاجه اللي راكم عارفين شنو هي. الممرضه كتبدا تغوت وتتقول لا ميمكنش الا انت ما كنتش متوقع منك هاد الفعايل، كنت كنظنك بريء ونقي وماشي بحال الرجال الاخرين اللي كنعرف. كيتكفح عليها الحليب بمنظر زعما موسخ. المهم ما نقدرش نفهمكم اكثر من هكا، تبارك الله راكم كتعرفوا. من بعد غادي ننتقلوا من الشقه اللي ساكنه فيها للشقه ديال المدرسه ديال اورال. المدرسه هذه اول ما دخلت للدار كان باين عليها عرقانه وخايفه من شي حاجه اللي ضروري غادي نعرفوا شنو هي. من بعد هنا غادي نشوفوا فوق الطابله واحد السلك محطوط والراس ديالو عليه الدم، وهذا السلك باين عليه ديال العلاقه نتاع الحوايج غير هكا هي مجبده يمكن. فانا على ما كنظن بحال هاد الادوات كيتم استخدامها في عمليه الاجهاض حيت كان واضح عليها الدم في الراس. من موراها كتحيد حوايجها قدام الكاميرا. طبعا هو في النهايه كيبقى غير معجون الانيميشن ديالو. ملي كتحيد حوايجها كديرهم في داك العلاقه اللي معلقه في المطبخ، كتشعل الراديو واول كلمه غادي تسمع هي الاجهاض وبالزربه كتبدل القناه. فانا على ما فهمت هاد المدرسه كتستعمل داك السلك باش تقتل البيبي اللي كيكون في كرشها. علاش وشنو هو السبب دابا نعرفو. من بعد ملي كتقلب الراديو والقناه اخرى غادي يتم اعلان خبر ديال واحد المجرم هرب من السجن، وهذا المجرم القضيه ديالو كيتعدى على النساء بزاف في قلب ديورهم. وهنا المدرسه ملي كتسمع هذا الشيء كتبدا تذكر الشكل ديال هذا المعتدي، وغادي نكتشفوا ان هذا المعتدي هو صاحب سياره الايس كريم اللي شفناه في الجزء الثامن لعقلته. فهنا على ما كيتضح لينا هذه المدرسه وحده من الضحايا ديالو، ماشي وحده من الضحايا ديالو بالضبط نيت، ولكن هانتوما غادي تفهموا شنو كنقصد. ملي كتدخل الحمام غادي نكتشفوا هذه المدرسه في الاصل شنو كدير. في المدينه اللي عايشين فيها كاين اكثر من 8 ديال المجرمين كيغتصبوا النساء. فهاد المدرسه كانت بحال البطاله كتشد كاع دوك المغتصبين اللي في المدينه باش يجيو لعندها للدار على اساس يغتصبوها هي، وكتعيط للشرطه. غادي تقول لي كيفاش كتشدهم مثلا؟ اولا كتخلي الباب او السرجم ديال الدار مفتوح وكيدخلوا عليها عادي وكيغتصبوا
وفي نفس الوقت ما كتكونش متضايقه من الموضوع، بالعكس مكيفه معاه. هي كتستغل هاد الفرصه باش يجيو عندها هاد الناس يمارسوا عليها داك الشيء على اساس تستمتع، وفي نفس الوقت كطيحهم في الفخ وكيتم القبض عليهم من طرف الشرطه. يعني بالنسبه ليها بحال كتضرب عصفورين بحجره واحده. ومن بعد ملي كيغتصبوها وكتحمل كتقتل البيبي اللي في كرشها عن طريق داك السلك في كل مره كيطرى ليها هاد الشيء. من بعد المشهد غادي ينتقل بينا للشخصيه الثالثه اللي هي امينه المكتب. من مورا ما كترجع حتى هي للشقه ديالها غادي نكتشفوا حتى هي من خلال هضرتها كانوا حيدوا ليها الرحم ديالها من صغرها باش تكون بنت مثاليه ونقيه، حيت ما هذه اللي عيطات ليها في التليفون هي اللي زرعت ليها في مخها هاد الافكار وحيدت ليها الرحم. ولهذا السبب هي مهووسه بالبيض، وغادي نلاحظوا الثلاجه ديالها عامره هي بالبيض المسلوق. انا عارفكم غادي تقولوا لي اش دخل البيض في هذا الشيء اللي وقع لامينه المكتب ملي كانت صغيره. هي موهوسه بالبيض حيت ما عندهاش الرحم وتا دوك البويضات، فلهذا هي كتحاول تسد داك الفراغ عن طريق البيض ديال الدجاج. وفي الاخر ملي كتقطع الاتصال مع امها كتمشي تنعس وغادي تحط بيضه على كرشها. فمن خلال هادشي اللي شفنا باين عليها كتعاني من شي ازمه نفسيه او صدمه نفسيه بسبب داكشي اللي دارتو ليها امها ملي كانت صغيره، ولكن هي في نفس الوقت كتحاول تكذب على راسها على انها نقيه وطاهره واحسن بنت كاينه في العالم، حيت ما عمرها ولدات وما عمر شي حد قاسها ولا كتجي هذيك اللعيبه. فدابا تخيلوا معايا هادشي كامل اللي شفتوه كان كيتعرض على قناه مخصصه للاطفال اللي هي طبعا قناه كارتون نيتورك بالعربيه، وبسبب هذه الحلقه تم حظر هذا الكرتون من جميع القنوات الخاصه بالدراري الصغار، حيت فعلا هذه الحلقه كانوا فيها شي افكار مقززه ومظلمه وحزينه في نفس الوقت. اكتشفنا بزاف ديال الحوايج على هاد الشخصيات اللي شفناهم في الاجزاء اللي فاتوا، ولكن الحاجه الوحيده اللي كنت كنتمنى نشوفها من بدايه الحلقه هي اورل. مع الاسف هاد المره كاع ما سمعنا حسو بخطره، كان كيعطي واخا هكاك واحد الجو فكاهي للحلقه. وفي الاخير هنا نكون وصلنا لنهايه هاد الفيديو. اللي عنده شي سؤال ولا شي اقتراح للفيديو الجاي يتواصل معايا في انستغرام، هو غادي تافيشا لكم هنايا. وتقريبا الاخوان والاخوات هذا مكان كان معكم ايوب، ونتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. بيس.